اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل مع بعض احلى واطعم فيجيتار بيتي، هنعمله احسن واوفر بكتير من الجاهز. معايا حوالي ربع كيلو من البقسماط، انا جايباه من المخبز، ومعايا حوالي كوبايه من الدقيق او الطحين، وربع كوبايه من النشا. كبة الخلاط او شفشق الخلاط العادي، هطحن فيه البقسماط. هنطحنه ايه كده، بس ما يكونش ايه طحن يعني ايه ناعم قوي، يعني يكون ايه فيه كده نسبة حبيبات كده، عشان ايه يدينا ايه اللي هو الشكل الكريسبي او الطعم الكريسبي في قلب الايه البانيه اللي انت هتعمليه، سواء بقى بانيه لحمة، سواء بانيه فراخ، بانيه كفتة، اي بانيه يتغلف فيه اللي هو ايه خلطة الفيجيتار. هفضه كده ايه في بولة، وهضيف على البقسماط المطحون كوباية الدقيق او الطحين وربع كوباية النشا. ومعايا كده ايه معلقة صغيرة من الزعفران، طبعا ده عشان يدينا الشكل اللي هو اللون الذهبي لما نيجي ايه نعمل البانيه، اي بانيه انت ايه حابة تعمليه. طبعا ممكن تستبدلي الزعفران بمعلقة كبيرة من الكركم. انا جايبة الزعفران من عند العطار، طبعا مش غالي، يعني ب10 جنيه هيقعد معاكي فترة كبيرة. ومعايا كده ايه كيس من البهارات، ده بهارات من كنور. بصراحة هيخلي طعم الفيجيتار في منتهى الجمال، يروح في حتة تانية خالص، هيبقى احسن من الجاهز بكتير. ممكن برضو تستبدلي البهارات دي بحوالي معلقة صغيرة من البصل البودر، ومعلقة صغيرة من الثوم البودر، ونص معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة. هنقلبهم بقى كده مع بعض، وكده يبقى ايه معانا احلى فيجيتار بيتي عملناه بايدينا، احلى بكتير من اللي احنا بنشتريه، واوفر بكتير. وطبعا دي حاجة انت ضمنها وعارفة انت حاطة مكونات ايه، مكوناتنا كلها طبيعية ما شاء الله في منتهى الجمال. جربوها على طريقتي ان شاء الله هيعجبكم. نتقابل ان شاء الله مع فيديو جديد.